بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بسم الله ونصلي على الرسول الكريم وندعي الماما بالرحمة وأمهات المسلمين أجمعين. إن شاء الله هنعمل مع بعض بقى، هنعمل برجر. هنعمله بقى بطريقة سهلة إن شاء الله، اقتصادية جدا وحلوة، وهنقدمه طبعا مع الكاتشب وكده. معانا هنا كوباية من الفول الصويا، معانا ملح وفلفل أسمر وتوم باودر، بصل باودر، معانا بابريكا، ومن كل حاجة يعني معلقة كبيرة زي ما أنا كاتبة كده. المقادير عايزة تصوريها صوريها. طبعا معانا بصلة مفرومة كبيرة ومعصورة المية بتاعتها. جبنا هنا الفول الصويا، كوباية الفول الصويا نقعتها 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق هتلاقيها بقت طرية معاكي جدا ويعني زي ما احنا عايزينها وزي ما احنا هنشوفها لما ننقعها هتبقى ازاي. بعد كده هناخد كوباية الفول الصويا دي بعد ما نقعناها 10 دقايق، هنعصر ميتها تماما، مش هنخلي فيها مية خالص، هنعصرها خالص، يعني هنخليها جافة قوي. وهنحط بقى هنا مع كوباية الفول الصويا، ونحط البصلاية المفرومة برضو عصرين ميتها. ونحط بقى التوابل اللي هو فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، ونحط معاها ملح وبابريكا، وطبعا معلقة فلفل اسمر. كل حاجة من كل حاجة يا جماعة معلقة كبيرة. انا كاتبة المقادير وحطاها كده، يعني عايز ياخدها سكرين ياخدها تمام. طبعا نعمل كل الكلام ده كله مع بعضه كده. عايزة تضربي كل ده في الكبة وتلفيها مفيش مشكلة. طبعا هنا مفيش بقى الضغط بتاع البرجر وكده، فعادي يعني مش هنغلب بقى. جبت انا هنا غطا بتاع برطمان، غطا برطمان كده. اي حاجة عندك حطي عليه كيس وحطي فيه اللحمة زي ما احنا حاطينه، او البرجر كده زي ما احنا شايفين تمام. وزي ما احنا شايفين كده الطريقة بسيطة وسهلة جدا 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 والله، ومقادير بسيطة وكلها موجودة في البيت ان شاء الله. مش لازم بقى المكبس، ولا لازم انا مش هعمل برجر لا اشتريه من بره جاهز، بالعكس خالص. طبعا هنا انا جبت ورق اللي هو الفويل ده، ومعاه ورق الزبدة. حطيت كل واحدة ما بين واحدة وواحدة ورقة علشان ما تلزقش في بعض، وعملتهم على طبقين. كانت الكمية دي نص كيلو من اللحمة المفرومة، نص كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا عايزة تشيليه كده في الفريزر تمام مفيش مشكلة. تطلعيه يوم 2 3 اسبوعين مفيش مشكلة. عايزة تحطيه في اهم حاجة قبل ما تستخدميه تحطيه في الفريزر يجمد شوية، يعني عشان اللحمة تمسك كده وتبقى حلوة لما تيجي تطلعيها، ما تبقاش فكة ولا تفك ولا الكلام ده خالص. واهم حاجة ما يبقاش فيه سوائل في اللحمة خالص نهائي. انا هنا احطها في الفريزر مثلا نص ساعة ساعة زي ما انا عاوزة، وبطلع بقى بستعملها على طول. عايزة تسيبيها كده زي ما قلتلك اسبوعين 2 3 شهر زي ما انت حابة. شايفين انا طبعا هنا حطيتها بتاع ساعة في الفريزر وطلعتها، وعملت بقى منها تاني لينا بقى اتغدينا منه كده. جبت بقى هنا الجريل وحطيت فيه زبدة، يعني ولا سمنة ولا زيت، زبدة بتبقى طعمها تحفة يعني بتوديكوا في حتة تانية خالص. مش بكتر بقى ولا بحط زبدة كتير لا خالص. بحط يعني معلقتين كده من الزبدة تسيح، وبعد كده بحط فيها اسوي فيها البرجر بتاعنا. عايزة بقى طبعا تعملي سمك البرجر زي ما انت حابة، يعني مش لازم عايزة تخنيه عايزة ترفعيه، ده حاجة بتاعتك انت. وقطعت هنا بقى شرايح طماطم قوطة يعني، وشرايح فلفل الوان وفلفل اخضر فلفل حار، واللي هي الكابوتشا الخاص دي. طبعا التزويق الساندوتش بتاعك دوت براحتك يعني حسب الرغبة. طبعا في ناس بتحب تحط برضو جبنة اللي هي شيدر وكده، يعني انا هنا ما حدش، يعني هي مش بتحبنا يعني حرام، مش هقول هي مش بنحبها، لا هي مش بتحبنا وكده، يعني في بياكلها وفي لا يعني. فانا حبيت ان انا احط اللي هي الكابوتشا الخاص دوت وفلفل الوان. طبعا تقدري تستغني عن البصل ده تماما خالص، يعني برضو في يحبوا في ما يحبوش. وشرايح بقى الطماطم ديت بتدي طعم حلو قوي واللي هو اول طبقة للخس دي بتبقى بصوا، يعني هو مش محتاج اي حاجة اقسم بالله. يعني انا ولادي وجوزي وكده كله قال تحفة حاجة كده وهمي، ولا برجر بره بقى ولا سندوتش. يعني ولما نيجي نشتري سندوتش زي ده كده هنجيبه بكام اصلا؟ يعني اقل حاجة 30 جنيه مثلا او اكتر، او 35 حاجة كده.
فلما تجيبي نص كيلو لحمة من المفرومة وتعمليه انتي في البيت يعني حاجة واو، حاجة اخر حاجة تحفة يعني. تقدمي بقى مع الكاتشب، مع في بقى بيحب سلطة طحينة كده بتبقى تحفة. لو عجبك طبعا الفيديو اعملي لايك وسبسكرايب وتابعوني بقى على القناة، وان شاء الله يعني نفضل مع بعض ونكبر بيكم ان شاء الله. اشوفكم في وصفة جديدة. السلام عليكم.